نتعرض في المشرق العربي والإسلامي إلى هجمة مغولية تتارية، هذه المرة في صورة هجمة صهيونية أمريكية. قطز القائد الإسلامي أدرك في عام 1260 بأن الطريقة الوحيدة لصد هذه الهجمة هو بكسرها ولو في معركة واحدة، فبالتالي تم كسر هذه الهجمة جراء قرار شجاع اتخذه قطز في عام 1260 بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية في بغداد، الخلافة العباسية عام 1258، واجتاح المغول العالم الإسلامي. طبعا جرى هناك في السابع رياح مرعبة تعرضت لها الأمة العربية والإسلامية في القرن السابع الهجري. دمرت جيوش المغول بقيادة جنكيز خان حواضر الإسلام الكبرى في المشرق الإسلامي، سفكت الدماء، أتت على معالم الحضارة، لاحقت المسلمين والعرب من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان، استعملت القوة المفرطة في تدمير كل شيء، الآثار والمباني والمكتبات، دمروا كل شيء. كان القرار في ذلك الوقت بأن يجب الاستسلام، لكن قطز أدرك بأنه لكسر هذه الهجمة لابد من كسرها أو كسر قادتها أو كسر غطرستها في معركة واحدة، وكان ذلك في عين جالوت. لماذا أقول ذلك؟ لأن الآن نحن نتعرض لهجمة شبيهة تماما بذلك العصر، في شبيهة بعام 1258. أن المشروع الصهيوني هو في حقيقته مشروع أمريكي صهيوني داهم، هو يدمر ويحرق غزة، يدمر ويحرق لبنان، يدمر ويحرق في سوريا، يدمر ويحرق في اليمن، يدمر وسيحرق في بلدان عربية أخرى. وهذا المشروع هو استحضار وإعادة محاولة إعادة إنتاج لمشروع جورج بوش الابن بشرق أوسط جديد. كانت كونداريسا رايس تقول أن الفوضى خلاقة ستصنع شرق أوسط جديد. اليوم نتنياهو وترامب يقولان بأنهما يصنعان شرقا أوسطا إسرائيليا. الدليل على ذلك أن ترامب عندما دخلت كازاخستان في اتفاقية التطبيع قال أن كازاخستان دخلت عالم وحلف القوة. حلف القوة اللي هو الحلف الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد تدمير حواضر وعواصم العرب والمسلمين. وبالتالي اليوم لا يمكن لمواجهة هذه الهجمة إلا بكسرها، وهذا ما أتوقع أن يحدث. ستكسر هذه الهجمة الصهيونية في واحدة من عواصم العرب والمسلمين. متى لا نعرف، لكن من يعتقد بأن إسرائيل ستكتفي سواء بقي نتنياهو أو ذهب نتنياهو، هذا مشروع كبير جدا وأبعد من حدود غزة ولبنان وسوريا. هذا مشروع استئصال هذه الأمة العربية والإسلامية وإقامة مشروع صهيوني مهيمن مسيطر سيستمر في أو سيستعمل المذابح والقتل وسفك الدماء ليس في غزة. ما جرى في غزة وفي لبنان هو بروفا لما ستقوم به إسرائيل وأمريكا في كل الدول العربية. كسر هذا المشروع هو فقط يكون عبر كسره في ساحة من الساحات. لا نعلم الحقيقة أي ساحة، لكن لا يمكن مواجهة هذا الغزو إلا بكسره. والحقيقة يعني أخيرا اليوم هناك تصريح لزامير. ماذا قال زامير؟ قال بأنه هو يوصي الجيش، يوصي بعدم الذهاب للمرحلة الثانية. طبعا هذا قائد الأركان زامير هو رجل نتنياهو، وهو شخص ضعيف الشخصية ولا يستطيع إلا أن يردد ويعيد ما يقوله نتنياهو. وبالتالي واضح أن إسرائيل لا تريد الذهاب للمرحلة الثانية ولا تريد إيقاف الحرب على غزة. وقال أيضا زمير لا نريد إعادة إعمار قطاع غزة. هذا يقول لنا بأن هذه الحرب هي حرب مستمرة لن تنتهي، لا في غزة ولا في لبنان ولا في اليمن، إلا بما سمته كونداريسا رايس شرق أوسط جديد، وما يسميه نتنياهو تحالف ترامب نتنياهو شرق أوسط إسرائيلي. ولكن أخيرا بأنه هذه الغطرسة وهذه الثلاث سنوات العجاف الباقية مع ترامب شديدة عصيبة، لكن أيضا بمقابل ذلك هناك تصدع في البيت الداخلي الأمريكي، وهناك اكتساح لتيار الديمقراطي التقدمي، هناك تصدع في البيت الإسرائيلي، وهناك صراع بين رافضي الخدمة من الحريديم وبين حكومة نتنياهو. وهناك أيضا تصدعات فيما يتعلق بالحرب ونتائجها وعدم قدرة إسرائيل على حسمها. هناك استعمال للقوة والبطش
لكن أيضا هناك تصدعات داخلية. الخلاصة للاستفادة من هذه التصدعات الداخلية لابد من معركة يواجه فيها العرب والمسلمون هذه الهجمة التترية المغولية في شكلها الصهيوني، وأن يكسروها في ساحة ما، في معركة ما. في عام 1258 سقطت الخلافة العباسية وقتل ملايين من المسلمين، وقيل أنه لم تقم لهم قائمة. في 1260 هزم في عين جالوت، هزم السلطان القائد قطز المغول، وبالتالي نحن بحاجة إلى من يتخذ ذات القرار اللي اتخذه قطز. فهل يوجد أحد؟ لا نعرف، لكن التاريخ، المعطيات تقول بأن هذا الصلف الصهيوني يجب أن يكسر في ساحة من ساحات العرب والمسلمين.